لكم يا غاليين اليوم وصفتنا من مشتقات الباستا. بتسمعوا في باستا الفريدو. انا ليش اسمها الفريدو ما حدا يسالني، بس طيبه جدا لاني الصوص تبعها كثير مميز، يعني غير نغم، كثير طيب ومكوناته مميزه. هلا بتشوفوا معي. طبعا انا هلا عم بسلق الباستا اللي بدي اعمل فيها باستا الفريدو. ما تفكروا اذا عم بسلق الباستا خلص رح ابدا لكم الوصفه من نصها. كملوا معي مشان تشوفوا هالوصفه تاخذ العقل. كملوا معي وما حتندموا ابدا. هي الأكلة باستا الفريدو فيها 3 خطوات، بس آخر شي كلهم حينخلطوا مع بعض. امشوا معي بنفس الطريقة. طنجر على النار بنحط فيها شوية زيت، صدر دجاج بنفرمه لمربعات مانا كبيرة كتير، شوية ملح، شوية فلفل أسود، ومنضل عم نقليه لحتى يستوي تماما. مجرد استوى رح نشيله ونحطه على طرف شوي. وهلا رح نبدا بتجهيز صوص الفريدو. رح نجيب كمان طنجرة تانية نحط على النار، نحط فيها تقريبا 3 معالق كبار من الزبدة، وبس تدوب الزبدة بنحط فوقها معلقة كبيرة توم مهروس. بتحبوا التوم أخف حطوا نص معلقة بس، بيعطي طعم كتير طيبة. بس يصفر التوم ويدبل بنضيف 3 معالق كبيرة من الطحين. التوم ما تخلوه كتير على النار، بعدين بتصير طعمته ما طيبة بالأكلة. بنحمص الطحين مع الزبدة، بس نشوف تحمص ببين علينا فورا من لونه. بنضيف 3 أكواب حليب. حتقولوا لي قد ايه حجم الكوب؟ هو الكوب المعياري أو أي كوب اللي تشربوا فيه مي، 250 ملي إذا حدا بحب يعرف العيار بالضبط. بعدين بنضيف 3 أكواب كريمة طبخ، يعني ما يعادل 3 علب تقريبا من هدول، كل علبة تقريبا 200 أو 220 ملي. بعدين بنحركهم كلهم مع بعض لحتى يسمك. بس قبل ما يسمك حنضيف البهارات اللي هنن معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض بس ما تعبوها كتير، ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب. جوزة الطيب هي اللي رح تعطي التميز لصوص الفريدو. معلقة صغيرة مليانة من بودرة الدجاج ماجي. إذا ما عندكم البودرة مكعبين من مرقة الدجاج، ماجي أو كنور ما بتفرق. بنضل بنحرك لحتى يسمك الصوص. مجرد سمك رح نضيف الجبنة. صوص الفريدو أو باستا الفريدو مشهورة إنه لازم تنضاف جبنة بارميزان، بس إذا ما توفرت ضيفوا موزاريلا. أنا هيك عملت اليوم، ما توفر عندي البارميزان ضفت موزاريلا كمان، بتعطي طعم كتير طيبة. الجبنة تقريبا كوب جبنة مبشورة. هلا آخر شي رح جيب مقلاة يحط فيها شوية زيت، وأفرم بصل صغيرة ناعمة كتير كمان بقلبها على النار. بس تدبل بنزل بالفطر المشروم، تقريبا ما يعادل 250 جرام معلبات او فريش، انتم حسب ما متوفر عندكم. مجرد قلبتهم على النار 10 دقائق بضيفهم فوق صوص الفريدو، وبضيف كمان الدجاج اللي قليته وصار عندي الصوص جاهز. هلا رح اضيف شويه بقدونس، ما تصور عندي لما نزلت البقدونس لذلك حطيت لكم بس اخر رشه. انا حطيت تقريبا نص باقه بقدونس، كتير بتعطي طعمه طيبه. الصوص صار عنا جاهز. رح اسلق الباستا، مجرد انسلقت بضيفها فوق الصوص وصارت عندي الاكله جاهزه. كتير طيبة كتير مميزة، بتختلف عن بقية أنواع الباستا. جربوها وشوفوا. وهي خلصت طبختنا. لحظة ما ننسى نطفي النار. وصارت جاهزة، ريحتها يا لطيف بتشهي. شايفين هالرشة البقدونس اللي حطيناها؟ عطتها هيك شامات خضرة بتجنن. إن شاء الله تكون عجبتكم. طبقوه يلا على السريع واعطوني رأيكم، وبشوفكم وصفات جديدة بإذن الله. وصحة وألف هنا. وهلا نسكب الصحن. بخلصوا ولا ما بخلصهم؟ بقلكم بالوصفة اللي بعدها. باي.